بيتكلم عن نشأة البايك رايدرز عن طريق قصة حب ما بين واحد من الناس اللي في بايك رايدرز دول وفتاة بيعجب بيها. وناخد الفيلم ده من الانترفيوهات الصوتية اللي اتعاملت مع هذه الفتاة. هو بتحكي عن قصة البايك رايدرز من شهرتهم الواسعة، من ان هم قل فئة متجمعة جدا مع بعض، لغاية ما بياخدوا منحنى آخر جدا في علاقتهم مع المجتمع مع الشرطة. الفيلم اللي كان متواجد في السينما دلوقتي بقى موجود على الانترنت، موجود على منصة امازون برايم، وهو فيلم بايك رايدرز. بايك رايدرز قبل ما نقول قصته، دي فيلم مهم. احنا بنتكلم عن 3 ابطال، منهم واحد من اكتر الممثلين الناس بتحبهم، توم هاردي، ومعانا اوستن باتلر الصاعد بسرعة الصاروخ، وجودي كومر الصاروخ. صاروخ لكن نفسه صح، يعني صاروخ. انا بحبها يعني، وشايفها مم. اندر ريتد. مم. الفيلم هو مستوحى عن روايه، والروايه دي مش عباره عن كتابه، دي روايه مكونه من صور فوتوغرافيه نشأة مم. البايك رايدرز في امريكا. فاخدنا مم. الصور الفوتوغرافيه بتاعت نشأة البايك رايدرز في امريكا دي وحولناها لفيلم. وهو الفيلم واخد تقييمات عالي على يعني روتن لا تعكس، توميتوز، عالي على روتن بس على اي ام توميتوز. دي بي مش لا على ام دي بي، تعكس لا. تماما جودته. اتكلمت عن فريق التمثيل في الفيلم، وهو نقطة القوة اللي في الفيلم. طبعا يعني احنا طبعا. هي الحدوتة مش وحشة، بس في نفس الوقت ما هياش يعني احسن حاجة في الدنيا. لا بس اقول لك حاجه، هي مش وحشه، بس لا هي مثيره للاهتمام. البايك رايترز دول انت على طول بتشوفه، لو انت بتشوف الافلام الامريكا على طول على طول بتشوف، بس ما شفناهوش مم. في فيلم قبل كده. فدي نقطه، دي نقطه مثيره للاهتمام يا جون. بس انا قصدي هي تشد الجيجز بتوع البايك رايدرز. امم. لكن انا داخل الفيلم ليه، او اي حد هيخش يتفرج على الفيلم ليه، يخش يتفرج عشان عندنا توم هاردي، عندنا اوستن باتلر، عندنا جودي كومر عندنا دورين شرفين من ممثلين تقال قوي موجودين في التريلر. احنا بنتكلم نورمان هيدس ومايكل مايكل شينون. شانون. نورمان هيدس، طبعا. فاحنا بنتكلم عن مم. ممثلين تقال قوي يعني. وواحد مم. برضو بيطلع دلوقتي، هو دور هو الرابع بقى في الفيلم. هو قلنا في 3 ابطال، في واحد رابع مم. اللي هو بيقوم بالانترفيو، مايك فايست، اللي كان موجود معانا مايك في فيلم فايس. تشالنجرز. باي ذا ما حدش شاف فيلم تشالنجرز، لازم تشوفوا فيلم تشالنجرز. توم هاردي بمنتهى البساطة ده أفضل دور ليه من أيام ريفننت في 2015. سهل، دي حاجه سهله. يعني على فكرة أنا أصلا بشوف إن توم هاردي سهله. مبالغ في تقديره. الناس بتقدر أو بتقيم توم هاردي من منظور موهبته، مش من منظور اللي هو عمله بموهبته. هو موهبته عالية جدا، لكن هو عمل إيه بموهبته؟ أقل بكتير، أقل بكتير من المفروض يطلع من توم هاردي في سنه ده. يعني إحنا لما بنتكلم النهاردة في 2024، والراجل ده بداياته من 2007. لا ما اقدرش اقول لك ان توم هاردي من احسن 5 ممثلين يعني في هوليوود، لكن هو في الفيلم ده لعب حاجة غير اللي كريزا، احنا دايما بنبقى متعودينها عليه. كريزا، كريزا، هادي، كريزا، وتقيل، رائع. وقائد. يعني هو عنده إيمان بالفكرة بتاعته، وعنده إيمان بالناس اللي حواليه جدا، على الرغم ان هو كلامه قليل. كلامه قليل مع القريب قبل الغريب. يعني هو في الفيلم تقريبا ما بيفتحش قلبه غير لأوستن باتلر. فهو لا عجبني قوي اللي هو دايما، حتى هو بداية ظهوره في الفيلم هو كان محطوط في ركن، بس هو من الركن ده هو مركز تقل المكان اللي احنا قاعدين فيه. آه. يمكن مش مركز تقل المشهد، لكنه مركز تقل المكان اللي احنا قاعدين فيه، وهو عاكس ده منتهى الجودة. اكيد افضل دور ليه من ام ذا ريفننت. نخش على الجزء الثاني من حرب الكاريزما اللي عندنا في الفيلم، هو اوستن باتلر. اوستن باتلر عجبني اول مشهد اللي هو اتعرف فيه على جودي كومر. حسيت المشهد ده مش مكتوب فعلا، هما الاثنين اصلا على الشاشة كده يخطفوا عينك. اوستن باتلر بالذات يعني ممكن اقول ان عندنا توم هاردي هو الساكت، ولكن بيشد عينك برضه بكاريزمته، لكن اوستن باتلر كان زي ما بيقولوا كده لا الصارخ. لا، ما كانش انا مختلف معاك. اوستن باتلر كانش بيتكلم، يعني الاثنين كانش بيتكلموا. هو صارخ بافعاله لكن مش بكلامه. اللي كانت بتتكلم هي اللي كان بيتكلم طبعا جودي جودي كومر. كومر. جودي كومر يعني هي اصلا الناريتور هي بتاع الفيلم. الناريتور، وهي اللي بتقول حاجات على بق اوستن باتلر ما بيقولهاش. اه هو ما بيقولش. ففي واحد صارخ كلامه قليل شويه. بافعاله، في واحد صارخ باقواله، وفي واحد مم. هو بقى احنا كلنا بنشوف هو اللي بيحرك الناس دي ازاي. ده الفيلم بالنسبه لي. اه. ولذلك هو افضل دور في فيلم توم هاردي في رايي الشخصي، يليه جودي كومر، يليهم اوستن باتلر. حاجه تانية، جودي كومر، جودي كومر لا ده مش واضح حقها خالص. دي انا توقعت في 2019 اه. بعد الجوائز اللي اخدتها انها هتطلع بصوره الصاروخ. احنا شفناها فين بعد كده في حاجات مهمه. شفناها في فيلم ما حدش شافه خالص، فيلم رائع، ترشيح للمشاهده، اسمه نايس دول، اخراج ريدلي مم. سكوت، مات ديمون، ادم درايفر، وبين افليك. الاسامي دي كلها جودي كومر هي احسن منه في الفيلم. ومش كان احسن منه في الفيلم ده كله، فما حدش شافه. مم. وبعد كده عملت فيلم مع انا عجبني، مع راين رينولدز، اسمه فري جاي. فانا مستغرب بصراحه الحاله بتاعتها ان هي ممثله شاطره، مم. واشطر من ممثلات كتير في سنها موجودين دلوقتي على الساحه. انا حاسس ان هي جايه، يعني هي في ال5 سنين الجايين دول اعتقد هي هتبرز اكتر يعني، احنا بس انا شايف ان ما هي عندنا 5 سنين ولا حاجه.
فجودي كومر رائعه جدا في الفيلم، والفيلم عشان احنا بنتكلم هو من وجهه نظرها اصلا، فاحنا بنشوف الفيلم ان هي بتحكيه، وانا شايف ان القصه اصلا مثيره للاهتمام، على الاقل بالنسبه لي كانت قصه مثيره للاهتمام، لان برضه احنا في ساعتين عرفنا بداوا ازاي، وصلوا للنقطه لايه، وايه النقطه الكبيره بتاعتهم، وازاي وقعوا، او مش ازاي مم. وقعوا، ازاي اخذوا المنحنى الاخر ليهم يعني. انا اكتر حاجه عجباني في الفيلم ده، يعني انا حاسس ان انا بحب الفيلم عن ان الفيلم قاله، يعني حاسس ان انا اتعمقت قوي في امم. الفيلم فقدرت تقدير كبير قوي ان الفيلم ده، يعني لان ده من الافلام اللي حسيت اللي هو عرف يتعامل مع الراجل والست. يعني الفيلم ده الرجاله هيحبوه قوي جدا، لان هو لما جه يتعامل مع الراجل الكائن ده، هو ما حكمش عليه، هو ما شوهش صورته، هو ما حلاش صورته، هو عرضه لك زي ما هو كده. بيمسكوا يعجنوا بعض ضرب، يعجنوا بعض ضرب. المشهد اللي بعديه قاعدين بيسكروا سوا، يلا بينا احنا عايزين نروح نحرق ونخرب ونعمل كل الشغب ده، بس احنا في بيوتنا طيبين وحنينين وأرق مننا مفيش. في حتة الفيلم اتعامل معاها انا شايف دي اكتر حتة وقعتني في غرام الفيلم، لما حصل كلاش بين جودي كومر واوستن باتلر. اول تفكير الراجل دايما هو اللي اوستن باتلر عكسه ده، اللي هو لما بيبقى في عاصفة بتواجهه هو عايز ينزل كل اللي معاه من المركب، لان هو عايز يواجه العاصفة دي لوحده، مش عايز حد يشيل حمله، مش عايز حد ممكن يتأذى من وراه. والناحية التانية جودي كومر كاستقبال بقى، الست بتشوف التصرف ده. في عندنا نوعين: نوع هيقول انت جبان واناني وهترمي له قصيدة رضوى شربينية كبيرة، وفي نوع بتاع جودي كومر هي فاهمة ان دي طبيعته، ما حكمتش عليه، ما قالتلوش انت جبان انت اناني انت قالت له انا عايزة اكون جنبك بس. هي ده، هو ده كل اللي عملته، عشان اللي هي عملته في الموقف الدارك اللي هو كان معدي فيه ده، هو في اخر الفيلم كفاءة. كل واحد نظراته للتاني بتعبر عن الراجل والست. هي بصت له بصة اللي هو انا اللي مشيت كل حاجة، وانا اللي مشيت البيت زي ما انا عايزة، وخليتك تعمل في الاخر اللي انا عاوزاه، وقلعتك من جذورك اللي انت كنت متمسك بيهم. وهو بص لها بصة اللي هو انت اللي وقفتي جنبي، وانت اللي كنت معايا، وانت اللي بقيتي لي، فعشان كده انا كافئتك وعملت اللي انت عايزاه. بجد هي بتلخص رحلة الراجل والست طول الفيلم. الحاجة التانية اللي كنت عايز اتكلم فيها برضو هي تقريبا في نفس النقطة، بنسمع وبنشوف احداث الفيلم من خلال نظرتها هي جودي الفيلم كومر. اتقسم جزئين، الفيلم محكي من عينين جودي كومر، ومحكي من عينين الراجل اللي اخذ الصور. مايك ففي حاجات بيست جودي كومر مش موجوده فيها، فاحنا بنشوفها بعينين الراجل ده، في حاجات الراجل ده ما كانش موجود لان الراجل بيمشي ويرجع، فجودي كومر بتحكي بقى، اه، فلازم واحنا فبتحكي بنتفرج. روايتها او اه، رؤيتها للمشهد اللي ان هي في شافتها. اجزاء من روايتها، في اجزاء من روايته. يعني هي رحلتها في الفيلم، انا بشوف ان رحلتها في الفيلم هي رحلة انها تفهم الراجل ده، الراجل عموما مش اوستن باتلر لا الراجل كفيجر كمخلوق بيفكر ازاي. هي كانت بتحكي في مشهد عن تصرفات ابوها كان بيعملها، كانش فاهماها. التصرفات دي انعكست في شخصية اوستن باتلر، بدأت تفهمها. هي اللي عجبني ان هي ما فيش ولا مرة كانت جادجمنتال، حتى لما هي كانت بتاخد وتدي معاه في الكلام والكلام احتد بينهم، هي ما فيش مرة طعنته في رجولته، او وصفته اللي هو جبان، او وصفته اللي هو بيهرب. هي كانت دايما بتقول له انا حاسه ان انت خايف، فانا جنبك بطمنك، خليني جنبك بس، مش هعمل اي حاجه بس خليني جنبك. وهو بغريزته الذكوريه دايما عاوز، عشان اصلا يا يخليها تفضل يا يمشيها، هو عايز اول حاجه بيعملها اللي الراجل بيفكر فيها دايما، هو عايز ينعزل. كان في كتاب بيتكلم عن الموضوع ده اللي هو الرجال من المريخ والمرأة من الزهرة، ان هو دايما اول تفكير الراجل هو عايز ينعزل، يفكر، يقيم، يستعيد احترامه لنفسه، ويستعيد ثقته بنفسه واحترام الناس ليه، وبعد كده يطلع من الجحر بتاعه ده، يبتدي ان هو يأكت وياخد رد الفعل. فالفيلم في النقطة دي كان ناضج قوي. عشان اكون صريح معاكم، مش ده الاهتمام الاساسي بتاع الفيلم، يعني دي نظرة يعني او دي زاوية جانبية في الفيلم، بس انا الصراحة هي لنكت معايا، عشان كده بتكلم عنها. لكن الفيلم هل لو انا جربته من الحاجات دي هو ممتع؟ ممتع جدا، ممتع جدا، وهتستمتع بالكاريزما الطاغية للثلاثة تاني، وهم في افضل حالاتهم. وما طلعنا شخصيات اي حد بيطلع طلعته بسبب ما، مم. واي مم. مشهد ببينه انا مبين له السبب ما، لدرجه ان انا بقيت وممكن استدعيه قدام. ومبين لك ان في ناس مهما حصل هي حقيره، فور سيك اوف من الحقاره، في ناس فعلا اهاليهم ما حضرهمش وهم صغيرين، فقرروا ان هم يقرفوا الدنيا، وما تحاولش تشوف مبررات هو بيعمل كده ليه. هو مم. انسان هو انسان تحول الى حيوان، لا تجد مم. له مبرر. مش كل حاجه يا جماعه في الحياه بتمشي بالمنطق، للاسف في حاجات لان عواطفيه لو بتحركنا. لو بالمنطق
كان الفيلم كافئ الناس دي. كان الله ينور الفيلم عليك. اسف، عاقب الناس دي. عاقب الناس هو دي ما كلها. كافئهمش، هو كافئهم، يعتبر آه كافئهم. في ناس كفاءه وناس عاقبها. وحتى وكان في بقى لمسها شويه حته رومانسيه، ان هو ما عمل لهم العقاب، عمل لهم العقاب دي حته بقى دراما، حته فيلم. مم. اكيد الحياه الواقعيه ما كانتش كده، مم. بالطريقه اللي تعجبهم، بالطريقه اللي هم يحبوها. مم. وفي ناس تانية انا مش دوري اصلا ان انا اتكلم عليهم ولا اعاقبهم ولا ايه، ان هم زباله وكل شيء، بس انا مش دوري في الفيلم ده انا اعاقبهم. وفي ناس تانية جبانة، هو عايز الناس يعيش تانية جميله، وخلاص. يعني في مش ناس بقى عايزة اللي هو تعيش. فين الاختلاف، هو مش جبانه ان هو عايز يعيش وخلاص، ده مش جبن. ان هو عايز يعيش اه. وخلاص هو مش جبن. اه. هو لا، ان الموضوع الحدوته كبرت قوي منك يا ياسين. لا انا مش، مم. انا كنت اقضي اصلا، انا جاي اقضي وقت لطيف، عشان انا ما مم. بقضيش وقت لطيف بعد الشغل. انا اصلا كنت من الصف العاشر في الموضوع، فانا يعني مش انا الواجهة اه الرئيسية بتاعت الموضوع اه فانا مش داخل لي حاجه، وعايز اعيش وخلاص، انا عايز اعيش وخلاص. مم. ان انت اصلا اوبشن ان انت عايز تعيش وخلاص، ده اوبشن مش سيء. هو دلوقتي نجوم النجاح وانجح وعافر واجري ومش عارف ايه، وانت تحس دايما ان انت مش كفايه، وان انت دايما في حاجه ناقصاك، هي دي اللي عامله مشكله. فلا، ان انت اصلا تنجح وخلاص دي حاجه مش سيئه، يعني حاجه مش غلط. هي مم. احنا مش عايزين اكتر من ان انت تعيش حياه هاديه مسالمه، ما ده شيء تأذيش مش حد. خطأ تماما. ما تقيسش حد ولا حد بس. يأذيك يعني الحياه دلوقتي برتمها، بان انت بتحس دايما ان في ناس بتحسسك ان انت مش كفايه، في ناس بتحسسك ان انت لا، ده في حد. انت لو جبت عربيه، في واحد جايب عربيه سبور، جبت مم. السبور في واحد جاب طياره، مم. جبت الطياره في واحد جاب يخت. مش هنخلص بقى. مش هنخلص يا جماعه. مش عارف. مش هنخلص. هنقعد نعلق على بعض. هنقعد نقل على خد بعض. ثلاثة بس، خد آه، أربعة. هنوصل لفين؟ فان احنا نوصل في الاخر ان انا عندي بقى، انا حبيت الفيلم في جزء الحته دي، ان في ناس ان هي انا عايز اعيش حياتي مع اهلي مع مراتي وخلاص على كده، مش عايز اتدخل في مواضيع اكبر مني. هو الفيلم قدم شرايح الصراحة، يعني قدم شرايح نقف بقى عديدة، هنا. عديدة في انا الفيلم. بقى حبي للفيلم ده كان ايه؟ ان هو قدم اوجه متعدده للبشر، وممكن ناخد اوجه متعدده للبشر دي ناخدهم كده، نحطهم في مصر، كل مجتمع والله. نحطهم في السعوديه، كل نحطهم مجتمع. في فيتنام، نحطهم في امريكا، نحطهم في فرنسا، في كل مجتمع. اخدت فكره البايك رايدرز كحجه ان انا اشرح بعض، كفاترينا. كفاترينا، ان انا مم. اشرح فيها بعض طبائع الشخصيات. ده فيلم بالنسبه لي. وبشرح وبتعامل في علاقات ما بين، يعني انا عندي قائد وعندي تابع وعندي الرجل التاني وعندي اللي هو بيسموه الوزير وعندي اللي هو بيسموه المستشار وعندي الثائر وعندي المطيع عمياني وعندي الغير مبالي اللي هو اللي احنا بنقول عليه عايز يعيش. فلا الفيلم بجد عشان يعني كده بقول لك صنع بحكي مجتمع طبائع صغير، بس شخصيات، انت تعرف تكبره. تعرف بحكي طبائع تكبره شخصيات. وتثبته. ف يعني فكره ان انا بحكي طبائع شخصيات بالفيلم دي، هي اللي بالنسبه لي اللي مخليه الفيلم رائع للغايه. ده من افضل افلام السنه، ده ده كده كده. اكيد من افضل افلام السنه. انا اتوقع ان ده يعني في توب 10 اكيد له انا، مكان في التوب 10، اكيد له مكان يعني عندي في التوب لغايه 10 دلوقتي اكيد. هو في مكان في التوب 10. بعد قصايد الشعر اللي احنا اتكلمنا فيه عن بايك رايدرز، مش محتاج نقول لكم احنا راينا فيه. فيلم طبعا طبعا يستحق المشاهدة يا جماعة طبعا. وتقييم اي ام دي بي بالنسبه لي هو تقييم ظالم للغايه، ظالم للغايه. جدا. انا حبيت جدا. بايك رايدرز وهديله 8 من 10. هديه 8.5 من 10. ده راينا في بايك رايدرز. اتمنى ان انتوا تشوفوه. ومش عارف، احنا يمكن حبينا فيلم وينك جون كمان حبه اكتر مني بطريقه مختلفه عن الفيلم كان عايز يحكيه، بس بحس ده دور الفن، مم. ان انت يلنك معاك في نقطه، انت بقى تقعد تفكر فيها وتوصل بقى لحاجات تانية مختلفه تماما يعني. زائد اللي انت لما تجرده من اللي احنا اتكلمنا فيه ده وانت ستيل عندك حدوته ممتعة، فيلم ساعتين تتفرج عليه. اه يعني دي انا حلاوتها، اللي هو انا متفق، مش جاي اقول اللي انا ادعي اللي انا انا ذكي، متفق. وهو فعلا ذكي، بس هو انا مش جاي متفق. يدعي اللي هو ذكي. لما اه تجرده هيبقى فيلم بتتفرج عليه وممتع فيلم عادي جدا اتفرج الصراحة عليه اهو. المشاهدة. طولنا عليكم حلقه، بس بقى لنا مده ما بنجيش فايه، اه. قلنا نمسي عليكم كده. ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي، ان وحلقه شاء جديده، الله. وباي باي.